عسلامة ومرحبا بكم. معكم اسماعيل in another فيديو، واللي باش يكون اول فيديو في السيري متاع الاسئله الشائعه. مازلت ما اخترتش عنوان، اما باش تكون حاجه كما هكا. حاصلوا الموضوع متاع اليوم باش نفهموا فيه اش معناه ديفلوبمون فرونت اند، اش معناه ديفلوبمون باك اند، شنو هي الفرق ما بيناتهم، وخاصه انا فيهم احسن بالنسبه للديفلوبر مازال جديد. هذا الكل باش نشوفوه بعد شوي. ليتس جو. مرحبا بكم مرة أخرى. ساعة قبل ما نبداو الناس الكل تعمل أبوني وتعمل جاي مع المحتوى. سينو جوست معلومة صغيرة باش نحاول ما نعملش برشا مونتاج. علاش؟ باش نجم نكثر في الفيديوهات ونعمل أكثر محتوى. ممكن نستعمل المونتاج مثلا في القصان نتاع الكلام ولا كي نقول كلمة غلطة باش الفيديو ما يوليش ممل. وإن شاء الله باش يكون المحتوى منظم، كل بلاي ليست والفكرة متاعها. لي بروجي وحدهم، الاسئله وحدهم، السي في، لي سيت دومبلوا اكسيتيرا، كل حاجه مقسمه ومنظمه وامورنا واضحه. هذيك هي خويا عقليه انجينير. باهي نبداو الفيديو نتاعنا. اش معناها فرونت اند واش معناها باك اند؟ تخيل معايا انه باش نعملوا دار، باش نبنيو دار. باهي باش نبنيو دار يلزم تتوفر السيمان والجريفي والرمله والياجور باش يتخلطوا مع بعضهم وباش تطلع الحيوط وباش تصب الداله وباش يطلعوا العروس اكسيتيرا. شات العرس وما الدار. حاصل هذا الكل ما ركحت الدار وكذا وصبينا الامور الكل سي بون، ولا عنا القالب متاعنا ولا عنا الدار مريقله ناقصتها شويه زين. هذايا بليز او موان مثال هو يتسمى الباكاند. تو نزيد نفسر لك اكثر. من بعد باش ندهنوا الدار، باش نزيدوها الاثاث، باش تتفرش، باش نزينوها، باش نحطوا فيها زرابي، شبابك، اللوح كذا. هذا الكل يتسمى فرونت اند. باهي تو تكنيكمون الفرونت اند شنو؟ انت اول ما تحل السيت ويب باش تعرضك الواجهه هذيك فيها مثلا نجم يكون فيها فيديوهات، نجم يكون فيها تصاور، نجم يكون فيها نص، فيها دي ليان كي تكليك على ليان يهزك الباج اخرى. هذاك الكل هو الفرونت اند. باش نية نستحق سمير باش نولي ديفلوبر فرونت اند. تستحق ال HTML، السي اس اس، البوت ستراب، الجافا سكريبت، لي فريم ورك من بعد باش تخدم باللونجيلار وبالرياكت وبرشا دي بلاتفورم اخرى. هذايا بالنسبه للفرونت اند. نمشيو للباك اند، العروس والداله والسيمان والدنيا والجو هذاك. الباك اند هو ما وراء الكواليس. بار اكزومبل انت باش تعمل انسكريبسيون في الفيسبوك ولا في اي سيت ويب اخر، انت ما عليك كان تدخل لي دوني نتاعك وتعمل انسكريبسيون. بعد باش يخرج لك ميساج بالبند العريض فيليسيتاسيون. انت ماشي في بالك اللي هي ماجيك، لكن فما ما وراء الكواليس اللي باش يهز لي دوني نتاعك ويسجلهم في الباز دي دوني، ومن بعد يرجع لك ريبونس يقول لك مريقل، ولا كان فما حاجه غلطه يقول لك ماكش مريقل، وباش يصير تريتمون دي دوني وعالم اخر ما وراء الكواليس. هذايا يتسمى الباك اند. باهي سمير فهمتك تو اموري واضحه، اما انا هو خير الفرونت اند ولا الباك اند؟ هذا اكثر سؤال محير، سيرتو الواحد مازال يقرا والا مازال في اول اكسبيريونس. نصيحتي ليك جربهم الزوز. بالله كيفاش سمير انا نسال فيك نقول لك انا ولا خير وانت تقول لي جربهم الزوز؟ يا برو شويه خلينا نفسر لك شويه. اخدم شويه فرونت اند شويه باك اند، اعمل سيت ولا دي ميني بروجي اخدم بهم الزوز وشوف روحك فاش ترتاح اكثر في التصميم، في الزينه كي تركح ستركتور نتاع الباج، ولا ترتاح اكثر في الباك اند وتحب ما وراء الكواليس وين غادي يصير كل شيء، اما مش الناس الكل تعرف الحكايه هذه. ومن بعد اختار. وراه لنا نحكي على العباد الباسيوني بالديفلوبمون. كان ماكش مغروم راه زيت امشي حل حماس ولا شوف خدمه اخرى. وراه مثال ينطبق على ليميتي الكل. باهي سؤال اخير سمير، هل نجم نختص فيهم الزوز؟ نجم يعني نخدم انا فرونت اند وباك اند ونسمع ديما فول ستاك. اول حاجه صديقي العزيز راهي كلمه فول ستاك كلمه غلطه على الاخر، وتو نعملوا عليها فيديو وحدها ونفهم واش معناها فول ستاك. ثانيا واي نوت تنجم تختص فيهم الزوز وتنجم تخدم فرونت اند وباك اند، اما مش في نهار وليله. باش تستحق برشا وقت انك تمتريزي لونغاج دي بروغراماسيون، ومن بعد تمتريزي دي فريم ورك للباك اند ودي فريم ورك للفرونت اند. باهي حاجه اخيره ظهر لي طولنا في الفيديو، في اول التجربه نتاعك حاول انك تختص في حاجه واحده سواء في الفرونت اند ولا في الباك اند. ما تحاولش تركز في كل شيء، راك ما تنجمش. ان شاء الله تكون المعلومه وصلت وحصلت الافاده. هذا هو الفيديو نتاع اليوم. باي باي.